الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت انضمام 4 ملاعبية مزدوجي الجنسية، آدم غلاب، ريان اللومي، نجد عجرود ووسيم سلامة. هذا في الفريق متاع الأوفان، وقبلهم صارت ضجة كبيرة مع التحاق اسماعيل الغربي بمنتخب الأكاد، لاعب في أوكسبورغ الألماني بعد ما لعب مع مبابي ونيمار في البي اس جي. هذا الكل وعمره وقتها 19 سنة. الجوارات هذم يتزادوا الليسته طويله متاع ملاعبيه ما همش مولودين في تونس وخذاوا الجنسيه الرياضيه في سن متقدمه، وساعات حتى بعد ما لبسوا مراوي المنتخبات اخرى في اقسام الشبان. La contre-attaque avec Garbi lancé côté gauche, qui va gagner du terrain, qui va fixer la défense italienne, il va écarter sur le côté droit avec Buonani là sur phase de réparation qui revient sur Garbi enchaîné la frappe et le but, le doublé d'Ismaël Garbi. مانيفيك كونتر-اتاك. حنا بعل دراجر العيدوني والخزري وغيرهم برشا. الظاهرة ما كانتش موجودة قبل الألفينات، أما من وقتها تطورت برشا ومن استثناء ولات قاعدة. من الآخر الوقت كبسوا برشا أسئلة تفرض روحها. شنو هي حكاية الملاعبية مزدوجي الجنسية؟ وشنو هو الإطار القانوني اللي ينظمها؟ وكيفاش الجامعة حولت المسألة الاستراتيجية وطنية؟ تحب تفهم؟ تبع الرجل. المنتخب التونسي مترشح لزوز مسابقات من أهم ما فم. هاي شد عندك. عندنا كأس أفريقيا في المروك في ديسمبر 2025 وكأس العالم في أمريكا كندا والمكسيك عام 2026. 3 countries, 16 cities, 48 teams, 104 games. 11 ملاعبي مزدوج الجنسية على 26 في الليفيكتيف الكل. هذا حال المنتخب التونسي في تصفيات كأس العالم وكأس أفريقيا، معناها 42% من العدد الجملي متاع الجوارات. اليوم أكثر من أي وقت الجامعة التونسية لكرة القدم متوجهة لاستقطاب الملاعبية التوانسة في المهجر من الجيل الأول والجيل الثاني. Allez, monte dans la voiture. Monte, Bilal, عتمل. وهذم يكوروا في بطولات من العالم الكل، كيما حنا بعل اللي يكور في بيرلي في البريمير ليج. Hannibal wanted it over the top and he'll reach it here. Hannibal! Oh! Hannibal's got it! وعندنا زادة إلياس السخيري في فرانكفورت في البوندسليغا. Hier kurz vor Schluss dieser Partie wollte das zweite Tor in Gang, kam Nemskiri mit und der erhöht auf 2-0. وبما أنه التوجه هذا ماشي ويزيد، فإنه النقاش كل عام يزيد يتجدد. اليوم البلاصه للاجدر، بالعكس قد ما تكبر الكونكورانس قد ما اليوم مصلحه المنتخب تزيد تكبر، وهذا هو المطلوب. اليوم زاد في كيف في وقت من الاوقات كانت ملاعبيه ددش وتجي تلعب في ليكيب ناسيونال، اليوم قد ما تغلى البلاصه قد ما الناس اليوم يعرف اللي بلاصته مش جارانتي. وهو راهو عادي انه يتحل اخذ ورد على الموضوع هذا، على خاطر الكوره ما هي الا مرايه نتاع المجتمع، موضوع ظاهره نجوميه ونتائج وباطنه عولمه وحركات هجريه غيرت العالم، وما بين الظاهر والباطن ثم القانون. الفيفا هي الاربيتر اللي يحكم في وضعيه الملاعبيه مزدوجي الجنسيه نتاع المنتخبات الوطنيه. اما لوينك انت؟ الامور ماهيش مسيبه، حك راسك والعب. المهم عندنا الفصول من 5 ل 9 من قوانين الفيفا هي اللي تفسر كيفاش ملاعبي عنده أكثر من جنسية يختار المنتخب اللي يحب عليه، وفما مجموعة من الشروط اللي يلزم تتوفر. كل شخص يحمل جنسية دائمة غير مشروطة بالإقامة يكون مؤهلاً للعب كرة القدم التمثيلية لمنتخبات الاتحاد المرتبطة بتلك الجنسية. في 18 ديسمبر 2020 الفيفا عقدت مؤتمرها ال70، ومن بين المواضيع اللي كانت محطوطة على الطاولة حكاية الإطار القانوني اللي يسمح للملاعبية باش يبدلوا المنتخبات الوطنية نتاعها، خاصة الجوارات الصغار في العمر اللي مازالوا ما بداوش في كاريات دولية. وحسب الفيفا الشيء هذا ينجم يصير كان ما تتوفر 4 شروط. أولاً الملاعبي ما لازموش يكون لعب أكثر من 3 ماتشوات مع السينيور، الماتشوات هذم اللي لعبهم لازم يكون عمره فيهم أقل من 21 سنة. الملاعبي ما لازموش يكون شارك في نهائيات كأس العالم ولا أي مسابقة قارية أخرى، والملاعبي يلزم يبدا مكمل الاجراءات نتاعو الكل ومؤهل باش يلعب لبلاد اخرى. هاو باش نزيد نكور معاك ونزيد نفسر لك اكثر بالفلاق. تخيل ملاعبي تونسي عنده برشا جنسيات ومش مولود في تونس، حسب الفصل السادس من قانون الفيفا ينجم يمثل المنتخب التونسي كان ما يتوفر شرط من 3 شروط هذوما: كانوا مولود في تونس، ولا والديه ولا واحد من جدوده مولودين في تونس، ولا سكن في تونس على الاقل 5 سنين بعد ما عملنا 18 سنه. بالطبيعه في وضعيه الملاعبيه مزدوجي الجنسيه التوانسه ديما واحد من الوالدين ولا الاجداد يكونوا توانسه، وهنا يلزم الفرق بين التوانسه مزدوجي الجنسيه والملاعبيه المجنسين كيما كلايتون ودو سانتوس. 6 دقائق من سانتوس، لا نستناك يا سانتوس، نتمناك يا سانتوس. شوف ممتازه فرانسي لاودو دو سانتوس 1-0 في 9 أهداف سانتوس مع المنتخب. اما الحكايه هذه تو نجيوها من بعد.
التنقيحات اللي صارت في 2020 وضحت انه توجه الفيفا ماشي نحو تسهيل اختيارات الملاعبية اللي عندهم اكثر من جنسية، وهذا يزيد يسهل العملية على الجامعة التونسية لكرة القدم اللي ما استنتش التنقيحات هذه باش تركز مع الموضوع، اما بدات فيه من الألفينات. منتخب تونس تعرف من كأس العالم في الأرجنتين عام 1978. الانجاز متاع الترشح عملوه ملاعبية توانسة يلعبوا في البطولة المحلية. التوجه نحو الملاعبية مزدوجي الجنسية باش يبدا كان بعد المشاركة متاع كأس العالم 98 في فرنسا. Dorka had his arm round him there. Souillard with a penalty and a dream start for Tunisia. They lead Romania 1-0. في 2002 في الكوب دي موند متاع كوريا واليابان، المنتخب مع المدرب عمار السويح كان فيه زوج جوالات كهو مزدوجي الجنسية، سليم بن عاشور وخوزي كلايتون، مع العلم انه كلايتون برازيلي تم تجنيسه. لهنا نحكيو على زوز ملاعبية على 22، معناها 9% من الافكتيف. وفي 2004 تونس نظمت كاس افريقيا للمرة الثالثة بعد 65 و94. 24 جونفي 2004 افتتاح الدورة 24 لكأس افريقيا للأمم في كرة القدم. عرض فني راقص تونسي على مستوى الفكرة والتصور وبتكنولوجيا عالمية. عملتها مع روجيه لومير. الملاعبية مزدوجي الجنسية كانوا سليم بن عاشور، علاء الدين يحيى، عادل الشادلي، خوزي كلايتون ودوس سانتوس، اللي كيما كلايتون تم تجنيسه. عندنا 5 ملاعبية مزدوجي الجنسية على 22، معناها تقريبا 23% من الافكتيف. والنسبة هذه باش تزيد في كأس العالم 2006 في ألمانيا. ديما مع لومير عندنا دافيد الجمالي، مهدي النفطي، عادل الشادلي، حامد النموشي، كريم السديري، شوقي بن سعدة ودوس سانتوس. نحكيو على 7 مزدوجي الجنسية على 23، معناها 30% من الفريق. من بعد المنتخب مش باش يترشح لزوز كؤوس عالم، 2010 في جنوب افريقيا و2014 في البرازيل، وفي 2012 وديع الجري ولا رئيس الجامعة. من وقتها باش يبدا يتحط دوسي الملاعبية مزدوجي الجنسية كأولوية قصوى. عام 2018 المنتخب رجع مع نبيل معلول لكأس العالم في روسيا. والملاعبية مزدوجي الجنسية زادوا. عندنا معز حسن، سيام بن يوسف، يوهان علوان، سيف الدين خاوي، وهبي الخزري، الياس السخيري ونعيم السليتي. 8 ملاعبية على 23، معناها 35% من الافكتيف. 4 سنين من بعد عام 2022 جات كاس العالم في قطر، والجامعة واصلت في نفس التمشي. الآلية هذه هي مختصة في استقطاب ومتابعة المواهب التونسية الشابة اللي ينشطوا في أوروبا. أنا توا عندي قريب عام اللي بديت نخدم في الخدمة هذه، والحمد لله معناها توتولون دو سيت بيريود برشا لاعبين جدد التحقوا بمختلف الأصناف الوطنية، معناها كسوا الأصاغر ولا الأوسط ولا حتى الأكابر. مع المدرب جلال القادري القائمة كان فيها معز حسن، دينان براون، محمد دراجر، نادر الغندري، منتصر الطالبي، عيسى العيدوني، حنا بعل المجبري، الياس السخيري ونعيم السليتي. 10 ملاعبية على 26، معناها تقريبا 40% من الافكتيف. بالاخر من عام 2000 ل 2022 نسبة الملاعبية مزدوجي الجنسية تعدات من 9% ل 40%، معناها زيادة ب 31% في 22 عام، من العشر إلى تقريبا النصف. أي أما زعما علاش الخيار هذا؟ الجامعة استغلت تونس كبلد هجرة بامتياز باش تجيب جوارات متكونين لبرا. كيفاش؟ باش نفسر لك. تونس بلد هجرة منذ عقود، فما تقريبا 1,800,000 تونسي يعيشوا في الخارج، معناها 15% من مجمل التوانسة حسب أرقام ديوان التونسيين بالخارج، مع العلم انه 78% منهم موجودين في البلدان الأوروبية. عندنا 49% في فرنسا، 13% في إيطاليا و7% في ألمانيا، معناها الأغلبية موجودين في بلدان متاع كورة بامتياز، والمستوى متاع التكوين غادي من غير ما نحكي لك عاد. في ألمانيا مثلا فما 18 مركز تكوين، هذم اللي تابعين الأندية كبار بخلاف الأكاديميات الخاصة، وبطبيعة الاستثمار في البنية التحتية هو الأولوية. مثلا نادي كيما بايرن ميونخ صرف على مراكز التكوين 70 مليون يورو، ولايبزيغ وصل لصرف 30 مليون يورو، وفي إيطاليا جوفنتوس صارفة 50 مليون يورو، وروما 50 مليون يورو على مراكز التكوين متاعها زادة. شوف
كيف نعرفوا اللي بطولة تونس مصنفة 63 على العالم، نفهموا اللي الملاعبية مزدوجي الجنسية يمثلوا إضافة كبيرة للمنتخب، ونجاح الجامعة التونسية لكرة القدم في استقطابهم أكيد استراتيجية ناجحة، خاصة في ظل الإمكانيات الضعيفة في علاقة بالبنية التحتية ومستوى التكوين وغيرها من العوامل الأخرى. وبعيدا على النقاش اللي يتحل قبل كل مسابقة شارك فيها المنتخب، ما فيها بس نذكروا اللي ملاعبية محليين ولا متكونين في الخارج هما في الآخر توانسة.